أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي يوم أمس حكما غيابيا على النائب الكويتي السابق مبارك الدوالة، قضى بسجنه أي هذا الحكم لمدة 5 سنوات، وأيضا بإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة. رأت المحكمة أيضا ثبوت إدانة النائب السابق بتهمة الإهانة والإساءة إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على خلفية اتهامه للشيخ محمد بالعداء للإسلام السني ككل، وهو الأمر الذي اعتبره ممثلو الادعاء في مرافعاتهم بأنه يوفر ذريعة للمتطرفين السنة كي يهددوا حياة الشيخ محمد بن زايد. وللإشارة فإن الدستور والنظام القانوني الكويتي لا يجيزان أبدا تسليم مواطن محكوم في دولة أخرى. أصدرت وزارة العدل الكويتية قراراً بإيقاف الشيخ عثمان الخميس عن ممارسة الخطابة والتدريس في مساجد الكويت، وذلك بعد مطالبة